السلام عليكم الخوت ديالي، صباحكم مبروك، نهاركم مبروك. نتمنى ان الامور ديالكم تكون على خير وبخير. اليوم ان شاء الله ناوي نبدا الفلوق ديالي من هنا من البيت ديالي. كما كتشوفوا راه مرون بزاف، راني على وشك الانتقال ان شاء الله. المهم انا حاليا في دوله اسبانيا، والبلاصه اللي غادي نمشي ليها بعيده تقريبا بشي 377 كيلومتر. السبب ديال الانتقال ديالي هو انني لقيت واحد الفرصه ديال العمل، لقيت في خدمه في هاد البلاصه اللي غادي نمشي ليها. والصراحه راني فرحان بزاف، وقد ما انا فرحان راني مستريسي بزاف. السبب ديال الفرحه هو انني اخيرا غادي نمشي نخدم في الدومين ديالي اللي هو الدومين ديال الحلاقه، اللي صراحه عزيز عليا الدومين هذا. وعلاش مستريسي حيت انا اللي غادي نجري في الوقت الحالي الصالون، وعلى حسب ما قال لي المشغل غادي تكون عندي واحد النسبه ديال الناس ديال البلاد يعني اللي هما اسبان، وواحد النسبه قليله ديال الناس اللي كيهضروا بشي لغه اخرى من غير اللغه الاسبانيه. والصراحه المشكل اللي عندي انا هو اللغه الاسبانيه على قد الحال، ماشي شي واحد زعما راه كيعرف الاسبانيه ولا هذا، ولكن الحمد لله غادي نمشيو نتوكلوا على الله وندفع السنطيحه. هادشي اللي كاين. وبين قوسين مادام انني جبت الدومين ديال الحلاقه، الدومين ديال الحلاقه راه كيتعتبر من الدومينات اللي مطلوبين هنايا في اوروبا، عليهم طلب بزاف. يعني انت ولا انتي عندك واحد الرغبه انك تخدم في هذا الدومين هذا ولا تتعلم هذا الدومين هذا، وعندك الوقت، النصيحه اللي غادي نقول لك انتي ولا هو، استغل الوقت ديالك مزيان، تعلم راه هاد الدومين هذا غادي ينفعك بزاف. سيرتو الا خرجتي على المغرب، راه في المغرب والناس نعرفهم انا راه خدامين واكلين شاربين غير من هاد الدومين هذا اللي هو الدومين ديال الحلاقه. الا تيسرت لك الامور وكانت عندك الفرصه انك تهاجر على برا، راك خدام 100%. كيكون غير المشكل ديال اللغه، ولكن المشكل ديال اللغه راه ضروري الواحد ما غادي ضروري ما تحتك مع الناس، وهذا ضروري غادي تتعلم بشي حوايج. البلاصه اللي فيها انايا سميتها لارودا، هي عباره على واحد القريه، ولا كما كنقولوا حنايا باللغه الفرنسيه فيلاج صغير. المدينه اللي قريبه ليها هي الباسيتي. المسافه ما بين الباسيتي وهذا الفيلاج اللي فيه هنا تقريبا شي 30 كيلومتر. واللي ما كيعرفش الباسيتي فين جات، الباسيتي جات تقريبا في وسط اسبانيا، والمنطقة اللي معروفة بها هي كاستيا دي لا مانشا، وين في وسط اسبانيا. وان شاء الله البلاصة اللي غادي نمشي ليها جات تقريبا في شمال شرق اسبانيا، في واحد المنطقة ديال سميتها اراغون. والبلاصة اللي غادي نمشي لها هي واحد الفيلاج صغير، المدينة اللي قريبة عليه هي ساراغوسا، باللغة الاسبانية ثاراغوزا. كتشوفوا معايا الخوت ديالي، الفيلاج هذا راه تقريبا من احسن لي فيلاج اللي كاينين في الاقليم هذا ديال كاستيا دي لا مانشا. والصراحه الفرص ديال الشغل قليله بزاف هنايا، ما عدا الا كنتي كتعرف مزيان في الفلاحه. وغادي نقدر نقول لك البني شويه، ولكن اكثريه الفلاحه هنايا.